بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش على يوتيوب وصفحة بعد الماتش على الفيسبوك. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك، النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. لايف جديد واخبار جديدة ان شاء الله باذن الله تلقى قبول واعجاب حضراتكم، ولكن اكيد كما عودتمونا لا تنسوا من الدعم اللي بننتظره منكم يوميا. لو انت على الفيسبوك اكيد هيسعدنا اللايك والشير بتاع حضرتك والاعجاب والمتابعه للبيج، ولو انت على اليوتيوب اكيد مش هتنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو. يمكن النهارده عندنا مواضيع مهمه جدا جدا جدا. عندنا حقيقه هروب مرتضى منصور خارج مصر وتحديدا لدوله الامارات، اخبار سعيده بشان فتوح وزيزو، رفع الحجز عن نادي الزمالك وحزن اهلاوي شديد جدا على رحيل مرتضى منصور، وانسحاب الاهلي من النخبه ورحيل اسوريو وتبرع احمد حسام ميدو. خلوني في البدايه ابدا بالاخبار بتاعه نادي الزمالك. الزمالك خلاص تم تعيين اللواء حسن موسى مدير تنفيذي لنادي الزمالك، والاستاذ احمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، وايضا الاستاذ ايمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي. ثلاث اسماء محترمه وثلاث اسماء عليهم مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا. اللجنه اللي اتعينت دي مش هيتم تعيين حد معاهم، يعني مش هيجي ناس تانية عليهم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هذا الثلاثي هيدير لفترة قليلة جدا 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 من شهر لشهرين. هذا الثلاثي لو تم تعيين لجنة معاهم، سواء بقى عمرو الجنايني، حسين لبيب، اي حد من الناس اللي كانت الاقاويل عليهم الفترة اللي فاتت، لو كان تم تعيين حد معاهم كنت تستنى على الانتخابات شوية. انما ما دام هذا الثلاثي فقط، اذا انتخابات نادي الزمالك قريبة جدا جدا جدا. والمعلومة اللي عندي ان هيتم فتح باب ترشح على انتخابات نادي الزمالك يا اما نهاية اغسطس او بداية سبتمبر. هيتم فتح باب الترشح والانتخابات هتكون في منتصف اكتوبر. دي المعلومة اللي عندي. ربنا يا رب يكرمهم، ومسؤولية كبيرة جدا جدا بتقع على عاتقهم. طيب خلينا اقول لكم ان منذ قليل كان في تصريحات الاستاذ او اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك. قال ان مفاجأة لجمهور نادي الزمالك خلال ساعات هتجعل جمهور نادي الزمالك سعيد بشأن فتوح وزيزو. اعتقد ان المعلومة اللي عندي ان احمد فتوح هيتم التجديد ليه قريب، واحتمال كبير ليس مؤكد، ودي وجهة نظري مش معلومة او احساسي، ان اللي هيجدد لفتوح هي اموال ممدوح عباس. ده احساس يعني، لان نادي الزمالك حاليا ما فيهوش فلوس، ونادي الزمالك حاليا ما فيهوش موارد. فانت عشان تجدد لفتوح هتديله المستحقات القديمه بتاعته، وكمان هتديله جزء من عقده القديم اللي هو مقدم التعاقد. اتوقع وليست معلومه انها هتبقى بفلوس ممدوح عباس. فده اول خبر سعيد لجمهور نادي الزمالك. طب ده بالنسبه لفتوح. طب ايه الاخبار السعيده بالنسبه لزيزو؟ ان هو هيبقى في الزمالك مع احترامي يعني. طب ما هو زيزو اصلا كده كده عقده ممتد مع الزمالك سنتين. انه يبقى في نادي الزمالك ما هو ده الطبيعي. هتقول لي اصل جاي له عرض وهمي. محمد الشناوي في وقت من الاوقات كان جاي له عرض وهمي من نادي النصر السعودي، والاهلي ما رضيش يمشيه، ومحمد الشناوي التزم بالعقد بتاعه وبالتعاقد بتاعه. فانا شايف ان احمد سيد زيزو عارف كده عامل من الحبه قبه. انت يا ابني عقدك اصلا ممتد سنتين، فانت ايه مفاجاه سعيده انك انت هتبقى موجود داخل نادي الزمالك؟ فالموضوع ده بصراحه مستفزني. والد زيزو وزيزو ضاغطين بشكل كبير عشان يمشي، دي معلومه. سيبك من اللي زيزو بيقوله، اقسم بالله العظيم زيزو ووالده ضاغطين بشكل مكثف عشان يمشوا. وفي كمان اقاويل بدأت تطلع الفترة الاخيرة ان والد زيزو عاوز يجلس مع السيد وزير الشباب والرياضة عشان ابنه يمشي. يعني كفاية ضغوط على نادي الزمالك بقى، ارحموا نادي الزمالك بقى.
ايوه ليك فلوس قديمه ومستحقات متاخره زيك زي بقيه اللعيبه، هتاخدها والله هتاخدها. وانا هقول لكم نادي الزمالك دلوقتي بيعمل ايه عشان في اموال كتيره هتتدفق على نادي الزمالك الفتره اللي جايه. ولكن اتمنى زيزو يهدى شويه. ايوه انت جاي لك عرض يهبل عادي جدا، لعيبه كتيره. انا بقول لك محمد الشناوي اللي انا افتكره ما جاله عرض يهبل والاهلي قال له خلاص والولد قفل الموضوع. اشمعنى في نادي الزمالك اللعيب بيعمل من الحبه قبه؟ اتمنى من زيزو وابوه يهدوا بقى شويه على نادي الزمالك. نادي الزمالك دلوقتي بيعمل عمليه، وبعد فتره هيدخل في مرحله النقاهه ومرحله التعافي. اهدوا شويه على نادي الزمالك يا عم زيزو، انت وابوك اهدى شويه على نادي الزمالك. فاتمنى ان الموضوع ده يتقفل، لان انت عقدك اصلا ممتد مع نادي الزمالك. فما فيش حاجه اصل انا هقعد وهتكرم، لا انت لا هتقعد ولا هتتكرم، ووالدك مش هيتكرم علينا. انت عقدك ممتد مع الزمالك لمده موسمين يا باشا، كملهم. سواء بقى عاوز تجدد، عاوز تمشي، عاوز نبيعك يا فندم، انت في فتره صعبه وانت من اللعيبه الكبار في الفرقه. في حته بقى الهروب عشان النادي ظروفه صعبه، اتمنى ان انت ووالدك يعني ايه مش ناقصه الضغوط بتاعتكم، كفايه الضغوط اللي جمهور نادي الزمالك بيعانيها من فراغ اداري. ده بالنسبه للاخبار السعيده اللي هتكون قريب بشأن فتوح وزيزو. واتمنى اللجنه الجديده برئاسه او اللواء يعني حسن موسى والاستاذ احمد فؤاد والاستاذ ايمن عبد المنعم، اتمنى هذا الثلاثي ربنا يكرمهم ويقدروا الفتره اللي جايه انهم يكون في تجديد بالذات لاحمد ابو الفتوح. نادي الزمالك بيفكر بشكل كبير جدا الشهرين اللي جايين دول ان نادي الزمالك في حوالي من 20 ل 25 الف عضويه داخل نادي الزمالك. ال 25 الف عضويه دول لسه عليهم لان هم كانوا عاملين العضويات بالقسط، لسه عليهم الاقساط. احتمال كبير الفتره اللي جايه هيتم اللجوء الى ال 20 او 25 الف عضويه، وهيتم تحذيرهم. اللي هيدفع بقيه المستحقات مره واحده كاش والغاء موضوع التقسيط ده، هيبقى ليه حق التصويت في نادي الزمالك وهيتم استمرار عضويته. اللي مش هيدفع مش هيبقى ليه حق التصويت في نادي الزمالك، وانباء غير مؤكده عن الغاء العضويه بتاعته. ده مش تنقية عضويات بالمعنى الحرفي بتاعه، ولكن ده عشان يدخلوا فلوس لنادي الزمالك. لو قدروا ان الموضوع ده نجح ودخل فلوس كبيرة لنادي الزمالك اوكي، ما نجحش اعتقد ان هيبقى في قرض قريب ل يا سواء بقى اللجنة الحالية او مجلس الادارة الجديد اللي هيجي في شهر اكتوبر لنادي الزمالك. هقول لكم معلومة وصلتني واتمنى ان المعلومة دي تطلع يعني معلومة حقيقية، لان لو حصل كده اعتقد ان دي هتكون بداية العودة الى الطريق الصحيح لنادي الزمالك. من النهاردة وحتى يوم الاحد القادم هيتم رفع الحجز نهائيا عن نادي الزمالك، سواء الحجز بتاع وزارة المالية او الحجز بتاع ممدوح عباس. وزارة المالية في دلوقتي اتصالات وفي اجتماعات عشان وزارة المالية يتم جدولة الفلوس بتاعتها وتاخد المستحقات بتاعتها وخلاص تبقى الدنيا تمام، وجدول المستحقات بتاعت وزارة المالية ويترفع الحجز عن نادي الزمالك. اما ممدوح عباس ففي تكهنات، خلينا نقول تكهنات مش معلومات. ممدوح عباس في تواصل معاه من ناس كبيرة انك هترفع الحجز، وانا مش عايز بس اقولها بالمعنى، ولكن مش عايز اقولك اوامر، مش عايز اقولك فرمانات، ولكن هترفع الحجز بتاعك. ده كلام ان شاء الله باذن الله شبه مؤكد ان من النهارده ليوم الاحد هيتم رفع الحجز عن نادي الزمالك، سواء الحجز بتاع وزارة المالية او الحجز بتاع ممدوح عباس. وتحديدا ممدوح عباس احتمال تكون
الكلام اللي جاي له كلام من فوق. فده بالنسبة للحجز على نادي الزمالك. هروب مرتضى منصور. هل مرتضى منصور هرب خارج مصر؟ هل مرتضى منصور خلع للإمارات عشان يهرب من تنفيذ الأحكام؟ خليني أقول لكم المعلومة الحقيقية في الكلام ده، وعاوز أقول لكم كواليس جديدة محدش اتكلم فيها. بس استأذنكم بعد إذن حضراتكم يا ريت لو نعمل لايك وشير للفيديو ده تحديدا يعني، واللي ما اشتركش في قناة اليوتيوب يشترك، وتفعيل الإعجاب بتاع الصفحة بتاعة الفيسبوك. المستشار مرتضى منصور المفروض ان يتم تنفيذ الحكم ضده خلال هذه الايام، والمفروض ان في ناس اللي هم بتوع تنفيذ الاحكام ينفذوا الحكم عليه، الا اذا عمل استشكال على الحكم والاستشكال ده اتقبل. لو الاستشكال ده اتقبل هيبقى في لسه فترة للمستشار مرتضى منصور انه مش هينفذ اللي هو حكم القبض عليه بالبلدي كده، اللي هو تنفيذ الاحكام اللي هو حكم القبض عليه. اللي انا اعرفه ان المستشار مرتضى منصور هيعمل استشكال الفترة اللي جاية في المحكمة بقى او الامور القانونية دي، عشان يعني انتوا عارفين الاستشكال ده اجراء قانوني بيأخر المواضيع شوية. مرتضى منصور حاليا غير متواجد في مقر اقامته بشارع احمد عرابي بالمهندسين، ولكن اين يوجد مرتضى منصور؟ المعلومة اللي عندي ان المستشار مرتضى منصور موجود في مراسي وليس خارج مصر، لان المستشار مرتضى منصور مش بيسافر خارج مصر وبقاله فترة كبيرة. مش عارف بقى دي تعليمات او دي قرارات او عشان هو عليه حكم فمش هيقدر يسافر خارج مصر. فالمعلومة اللي عندي ان هو مش هيقدر يسافر خارج مصر وممنوع من السفر. الموضوع ده مش من النهاردة، من فترة كبيرة. فالمستشار مرتضى منصور مش هيسافر خارج مصر. واللي انا اعرفه كمان بشكل شخصي يعني ان مرتضى منصور مش بيهرب، يعني اللي انا عارفه عنه يعني ان هو مش بيهرب. هو طب ما اتحبس قبل كده شهر، ما هربش ليه؟ فكل اللي بيطلع ده اشاعات. مرتضى منصور لم ولن يهرب، وهينفذ لو في تنفيذ مرتضى منصور هينفذ الحكم لانه ما بيهربش. الواحد يقول لي اللي ليه واللي عليه. مرتضى منصور لم ولن يهرب من اي تنفيذ احكام. ده حاجة. الحاجة التانية اعتقد ان المعلومة اللي عندي ان الراجل موجود في مراسي في الساحل الشمالي وبيعمل استشكال. طيب تعالوا اقول لكم معلومة اتمنى انها تطلع صحيحة عشان سن الراجل وعشان الراجل تخطى 73 عام، فان هو يتحبس ويتبهدل. انا شايف ناس بتتشفى، انت مش هتستفيد حاجة. انت اللي يهمك واللي يهمني ان الراجل كانت ادارته سيئة لنادي الزمالك الفترة الاخيرة والراجل رحل عن نادي الزمالك. ده اللي يهمك ويهمني، انما مش هيهمنا ان احنا نتشفى في راجل تخطى 73 سنة. مرتضى منصور بيحصل دلوقتي اليومين دول بعد اصدار الحكم محاولات للصلح مع مدام لمياء. مدام لمياء لو اتصالحت مع مرتضى منصور عن القضيتين، هما مش قضية واحدة تم تنفيذ الحكم فيها 6 أشهر امبارح، وفي واحدة تانية اتأجلت لشهر 9 مش عارف يا 17 يا 18/9. لو حصل ان مدام لمياء حصل صلح وقبلت الصلح مع المستشار مرتضى منصور، فده هيكون مؤشر ايجابي ان الراجل خلاص مش هيتحبس، والقضيه بتاعت شهر 9 دي هتتلغي، والحكم السنه بتاع الخطيب اللي كان واخد ايقاف تنفيذ مش هيتنفذ. فبكده مرتضى منصور هيعود للحياه مره اخرى. وده اللي مخلي الوزاره، انا بكلمكم بمنتهى الامانه، ده اللي مخلي وزاره شباب والرياضه عايزه تخلص انتخابات الزمالك بسرعه قبل ما مرتضى منصور لو حصل صلح ممكن يرجع يدخل انتخابات. فده اللي مخلي وزاره شباب والرياضه شغاله بسرعه على الموضوع بتاع انتخابات نادي الزمالك. فدلوقتي بيحصل صلح. في كلام بيقول ان مدام لمياء رافضه الصلح، وفي كلام تاني بيقول ان مدام لمياء ممكن تقبل الصلح بعد الحكم اللي طلع ليها ورجع لها حقها ورجع لها يعني القيمه المعنويه بتاعتها. فهي بتقول لك ما كنتش هتصالح قبل الحكم عشان يتثبت براءتي،
ان انا يعني شريفه وانا الاتهامات دي كانت باطله والكلام ده كله. فبعد ان ثبت براءتها وبعد ان تم الحكم، اذا الست ما عليهاش اي ادانه. ممكن خلاص بعد الحكم ده تقبل اني اتصالح، وفي ضغوط عليها لسن المستشار مرتضى منصور، واكيد طبعا عنده امراض اللي هي بتاعت يعني الامراض اللي هي المزمنه بتاعت السن لما يتقدم في العمر يعني. ففي انباء على الصلح، اتمنى ده يحصل. هل تتمنى ده يحصل عشان مرتضى منصور يرجع لرئاسه نادي الزمالك؟ لا طبعا، انا مش بحبذ عوده المستشار لرئاسه نادي الزمالك. خلاص خلينا نجرب دم جديد وخلينا نشوف ناس جديده بطموحات جديده، ولكن اتمنى مرتضى منصور ما يتحبس، يقعد في البيت يقضي حياته بشكل سعيد مع اولاده مع احفاده. هو ده اللي انا بتمناه للراجل، ولكن انا لن اتشفف احد. وبالمناسبه دي معلومه كده في وسط الزحمه، انا لن اهاجم مرتضى منصور، ولكن ممكن نتكلم على اخبار، ولكن لن اهاجم الرجل من يعني من حكم حبسه. خلاص الموضوع ده بالنسبه لي انتهى. يعني احنا كنا بنتكلم وهو موجود وواقف على رجله، انما دلوقتي خلاص مفيش كلام. نرجع لمدام لمياء. هل مدام لمياء، وده اللي انا عاوزكم تكتبوا لي في التعليقات، ناس بتقول لي ما انت بتقولي ما بتقراش التعليقات. لا انا بقرا التعليقات الايجابيه الكويسه، هو ده اللي انا يعني ما حدش خد باله منه. انما التعليقات المسيئه ما بقراهاش، بتتمسح من الادمن على طول. انما التعليقات الكويسه بقراها طبعا، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، وبرد على الناس عادي مفيش مشكله. مدام لمياء لو تصالحت خلاص دي حاجه كويسه. في عقبه هي مش معلومه، ولكن خلونا ندردش معاكم بحكم الدرايه بالامور. يعني مين محامي مدام لمياء؟ محامي مدام لمياء هو الدكتور اللي هو كمال شعيب، اعتقد مصطفى شعيب ولا كمال شعيب، اعتقد كمال شعيب، اعتقد هو محامي بتاع مدام لمياء. ومن هو الدكتور كمال شعيب؟ هو محامي ممدوح عباس. فهل تواجد، ده سؤال ليكم بقى، هل تواجد الدكتور كمال شعيب محامي الاستاذ ممدوح عباس ومحامي مدام لمياء هيمنع الصلح؟ هل ممكن الدكتور كمال شعيب مثلا، انا بفكر معاكم بصوت عالي، يضغط على مدام لمياء ما تتصالحيش مع المستشار مرتضى منصور؟ ولا مدام لمياء خلاص المحامي بالنسبه لها مدام القضيه خلصت فخلاص العلاقه انتهت وهي تتصرف بعد كده بشكل هي حره بقى، خلاص الحكم صدر وخلاص، وتتصالح مع المستشار مرتضى منصور؟ فموضوع وجود الدكتور كمال شعيب بالنسبه لي بيخلي موضوع الصلح ده صعب، ولكن مفيش حاجه بعيده انها تحصل. واتمنى من مدام لمياء لو بتسمعنا بتتفرج علينا، خلاص انت اخدتي حقك وبالقانون ويعني وتم رد اعتبارك. اتمنى من مدام لمياء خلاص بعد الحكم ده حضرتك مش هتستفيدي حاجه من حبس مرتضى منصور خلاص، ولكن انت يعني تم رد اعتبارك، انما انت مش هتستفيدي حاجه بحبس الراجل، مش هيعود عليكي يعني بفائده. فاعتقد ان انت عندك اولاد وعندك اسره، فخير هيترد لك اكيد بعد كده في اولادك وفي اسرتك وفي صحتك، ان انت تنقذي رجل كبير في السن من السجن. ده مش هيتسجن 6 شهور، ده لسه في سنه بتاعه الخطيب هتتفعل. فانت كده يعني معرفش بقى هيبقوا 1.5 سنة ولا سنه، فانت كده خلاص انت بتقضي على الرجل صحيا. اتمنى من مدام لمياء لو بتسمعني، لو انتوا بتعملوا لايك وشير، ان يتم التنازل عن هذه القضيه. ومرتضى منصور لم يهرب ولن يهرب، والراجل لو في حكم هينفذه، يعني كان هرب في الحكم اللي فات يعني. فمرتضى منصور مش هيهرب من الحاجات دي. طيب عندي خبر ليس سعيدا لجماهير نادي الزمالك. ايه هو الخبر؟ أوسوريو حتى الآن لم يسافر، كان المفروض يسافر ويقضي فترة راحة مع أسرته عشان يرجع يقود نادي الزمالك في بداية شهر سبتمبر. النهاردة 22 والراجل ما سافرش. طب ده هيسافر امتى؟ خلاص فاضل أسبوع على فترة الإعداد. ده هيسافر امتى وهيرجع امتى؟ ده رقم 1. ركز معايا قوي واعلى باللايك قوي وركز معايا. أوسوريو 22 عشان اول سبتمبر فترة الاعداد، انت قدامك 8 ايام يعني اسبوع. طب انت هتلحق تسافر امتى
وترجع امتى. والسفر لكولومبيا بياخد حوالي يوم ونص يومين، لانك بتروح مدينة تانية او دولة تانية وتاخد منها طيران لكولومبيا، لان مفيش طيران مباشر ما بين مصر وكولومبيا. طيب اوسوريو المفروض ان هو لسه موجود في مصر ولم يسافر. اوسوريو قاعد عاوز، هو كان ليه 3 شهور، اخد شهرين. الكلام ده معلومات، الكلام ده معلومات مش هتسمعه في اي مكان خالص. الراجل كان ليه 3 شهور قبل مجلس المستشار مرتضى منصور ما يمشي، اداله شهرين من ال3 شهور. الراجل لسه باقيله شهر. حلو حلو. اوسوريو مش عاوز يسافر غير لما ياخد الشهر ده. الكلام ده مش هتسمعه في حته. مش عاوز يسافر لما ياخد الشهر ده، ولسه ما سافرش لغايه دلوقتي. وعشان يسافر اصلا فيها يوم ونص رايح ويوم ونص جاي، او يومين رايح ويومين جاي، فانت كده 4 ايام من ال8 ايام في السفر بس. فهتروح تقعد مع اسرتك وترجع امتى؟ ركزوا معايا. ده كلها بيديني كده انديكيت او مؤشر ان اوسوريو عاوز ياخد الشهر الاخير بتاعه ويسافر ويبقى خرج وايه ولم يعد تاني. عاوز ياخد الشهر ويخلع ويبقى خرج ولم يعد ويفسخ عقده مع نادي الزمالك. معلومة تاني هقولها لك، الرجل غير سعيد بما يحدث في نادي الزمالك، وشايف ان المستقبل مبهم قدامه في نادي الزمالك. مفيش صفقات، مفيش فلوس، مفيش مجلس إدارة، لجنة، انتخابات. كمان هو بيقول للمقربين منه انا مش عارف المجلس الجديد ده اللي جاي هعرف اتعامل معاهم ولا لا. الناس اللي جاية دي مين؟ هنتفاهم ولا مش هنتفاهم؟ هيجيبوا لي صفقات ولا مش هيجيبوا لي صفقات؟ مجلس مرتضى منصور انا كنت اتعاملت معاه وخلاص الكيمياء مشيت. طب المجلس الجديد المنتخب اللي جاي هتعامل معاهم ولا لا؟ هيجيبوا فلوس ولا لا؟ طب اللجنة اللي موجودة دي هتكلم معاها ولا لا؟ هيقولوا لي احنا ماشيين مش قاعدين. فاوسوريو شايف الدنيا ملخبطه. وانا عاوز اقول لك معلومه بنسبه كبيره جدا عشان تبقوا جمهور الزمالك مؤهل للكلام ده، بنسبه كبيره جدا. يعني مثلا تقدر تقول بالنسبه لي 75% اوسوريو مش هيكمل مع الزمالك بنسبه مش اكيد طبعا، مفيش حاجه اكيده، ولكن الراجل بنسبه كبيره مش هيكمل مع نادي الزمالك 75%. فاتمنى اني يكون الكلام ده غلط، ويكون ال 75% دول ان هو يكمل مش يمشي. ولكن على حسب الكلام المتداول والاخبار اللي بتيجي ان الرجل غير سعيد بشأن مستقبل نادي الزمالك ومستقبله بالمره، وهو عنده عروض كتيره يعني. طيب ميدو بيظهر في الظروف الصعبه، ودايما كده الرجاله تبص تلاقي الرجاله بتبان في الظروف الصعبه. ميدو عمل حاجه كويسه قوي. عمل ايه ميدو؟ ميدو شايف ان في ازمه في نادي الزمالك، ازمه ماليه وازمه اداريه. ميدو اعلن عن تحمله لقيمه التكاليف للملابس الرياضيه لقطاع الناشئين بالكامل. هيجيب لبس لقطاع الناشئين بالكامل. طب هل ميدو لغايه كده الموضوع خلص؟ لا، ميدو كمان يعني قام بنفسه بتسليم اللعيبه في قطاع الشباب الملابس الرياضيه بتاعتهم عشان يستعدوا للموسم الجديد. هل ميدو استكفى كده وخلاص؟ لا، ميدو كمان هيتكفل بمعسكر لكل الفرق في قطاع الناشئين في نادي الزمالك عشان الجاهزيه بتاعتهم استعدادا للموسم الجديد. ميدو طلب من قطاع الناشئين بنادي الزمالك تحقيق نجاحات في الموسم الجديد، وميدو مهتم قوي بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، ويمكن هو اللي جاب المدرب
او الخبير الاجنبي بتاع قطاع الناشئين. والله انا مش عارف هل الراجل ده موجود ولا مشي في اللي بيحصل في نادي الزمالك، ولكن ميدو مهتم قوي بالموضوع ده. فعاوز اشكر ميدو واقول له برافو، ده تصرف يعني مش غريب عليك، نجم كبير وكابتن كبير من كباتن نادي الزمالك. واتمنى ان كان ميدو يكون عضو في نادي الزمالك ويكون من ضمن المجلس الجديد اللي جاي، ولكن ميدو للاسف ليس عضوا عاملا في نادي الزمالك. طيب عاوز اقول لك ان صفحات الاهلي خير اللهم اجعله خير مش سعداء برحيل مرتضى منصور. تحس عندهم حاله من الحزن، ما فرحوش الفرح اللي انا متوقعه. يا ترى ليه؟ هل تعرفوا ليه؟ اكتب لي كده رايك، قول لي ليه صفحات الاهلي حزينه على رحيل مرتضى منصور. هل هم كانوا بيحبوه قوي، ولا كانوا مسمينه سرطان الرياضه ولازم يرحل والبذاءات والحاجات اللي احنا بنسمعها، رغم ان سب الدين عندهم عادي يعني. من حسين الشحات يعني ما شفت الصفحات الاهلي انتفضت على سب الدين وضرب لعيب زميله في الخصم بالقلم على وشه يعني. ما شفتش الانتفاضه دي، لان الاخلاق بتاعت يعني صفحات الاهلي وجماهير الاهلي ما بتظهرش غير على مرتضى منصور، انما اللي عندهم لا عادي يعني، عادي يعني. فهل صفحات الاهلي اللي احمد عبد القادر اتهمها بالتمويل انهم بياخدوا فلوس قبيضه يعني، ده احمد عبد القادر، وبلال علام نفس الكلام، قال ناس كان عاوزانا اديهم فلوس عشان يتكلموا عني. وايضا الوزير السابق السعودي المستشار تركي آل الشيخ قال نفس الكلام على صفحات الاهلي، ان هم قبيضه، ان هم قبيضه. فبس مش عارف صفحات الاهلي حاسس كده مفيش الفرحه اللي انا متوقعها لرحيل مرتضى منصور يعني. لعل المانع خير يعني، لعل المانع خير يعني. طيب تعال نكمل على الاهلي. هل تعلم ان الاستاذ المحترم الصحفي الاهلاوي خالد طلعت، الراجل ده اهلاوي ولكنه والله انسان محترم، احصائيات كلام محترم الراجل ده بيقوله، عمل جدول في شادي حسين وحسام حسن وسافيو ومحمد محمود ومحمود وحيد وميكوسوني ومصطفى البدري ومصطفى ميسي وولتر بواليا وعمار حمدي. عمل جدول للعيبه دي واعلن ثمن الشراء وثمن البيع والاعارات، وطلع الفارق للعيبه دي كلها. هل تعلم ان الفارق للسنه اللي فاتت بس، او الخساره، خليني اقول لك الخساره 103 مليون جنيه؟ خالد طلعت الصحفي الاهلاوي الراجل اللي ماسك موقع في الجول اعلن ان النادي الاهلي خسر الموسم الماضي 103 مليون جنيه في شراء وبيع اللعيبه. هل يوجد حد يبص في الارقام دي؟ هل ممكن نشوف لجنه من وزاره الشباب والرياضه تحقق تشوف الكلام ده صح ولا لا؟ لو صح اذا لازم من لفت نظر او محاسبه او محاكمه المسؤولين في النادي الاهلي. لو غلط خلاص يبقى دي احصائيه فاشله. هل ممكن نشوف حد يحاسب الاهلي 103 مليون جنيه في نادي مصري يتبع للحكومه المصريه لانه نادي تابع لوزاره الشباب والرياضه، تم اهدار 103 مليون جنيه موسم واحد بس وفي 10 لعيبه؟ ده انا ما جبتلكش بقى الخسائر التانية بتاعت قطاع الكوره بشكل عام. هل حد يحقق في الكلام ده؟ اعتقد محدش هيحقق في الكلام ده، ولا حد هيجي جنب الاهلي، ولا حد هيقول للاهلي صباح الخير. بما اننا بنتكلم على الاهلي، الاهلي دماغهم بتعجبني لان دماغهم مش سهل، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك الجديد اللي هيجي يبقى فيهم حد يعني يكون ده مخصص كده للتعامل مع هذا الكيان الاحمر. يبقى حد كده يعرف يتعامل مع الناس دي لوائحيا وفي اتحاد الكوره وفي المسابقات، يبقى حد كده قاعد لهم بتاعهم. اتمنى في مجلس اداره نادي الزمالك. الاهلي عنده بطولات كتيره السنه دي وعاوز يخلع من كاس النخبه، مش عاوز يشترك فيه لانه عنده السوبر ليج ودوري ابطال افريقيا وعنده كاس العالم للانديه، ده غير الدوري والكاس
فعنده بطولات كتير. فالاهلي عاوز ينسحب من النخبه، بيعمل ايه؟ بيعمل الزمالك حجه او كوبري. بعت لاتحاد الكوره قال له رد عليا على شكل المسابقه ومين هيشترك فيها. اتحاد الكوره لغايه دلوقتي ما ردش عليه. والاهلي قبل كده بعت لاتحاد الكوره على موضوع تطوير التحكيم، والاهلي اصلا هو اكتر نادي بيستفيد من التحكيم، ومش عايز اقول يعني البطولات اللي بياخدها دي يعني نصها ولا 3/4 من التحكيم. بعت عشان تطوير منظومه التحكيم ومحدش عبره ولا سال فيه ولا حد بص في وشه. بعت برضه على بطوله النخبه قولوا لي هنعمل ايه، محدش سال فيه ولا عبره. بعت برضه لاتحاد الكوره عشان دخول الجماهير بالساعه الكامله، محدش سال فيه ولا عبره. ما الناس مش واخده بالها من الكلام ده. ما انا قلت لكم قبل كده كل ما مشاكل الزمالك تهدى هنبدا نتكلم على الاهلي. ما بتتكلموش على الاهلي ليه؟ لان الاهلي مشاكل الزمالك هي اللي بتطفو على السطح. فالاهلي محدش عبره ولا حد رد عليه ولا حد سال فيه. فالاهلي الفتره اللي جايه هيعمل الزمالك كوبري، بمعنى الدوله او يعني اللي هم بيسموها الاداره المنظمه في الامارات لبطوله النخبه عاوزين الزمالك والاهلي، ومش هيستغنوا عن الزمالك والاهلي عشان تسويقيا وجماهيريا والكلام ده كله. فالاهلي عارف ان مش هيتم استبعاد الزمالك، فالاهلي بيضغط على اتحاد الكوره لو الزمالك اشترك انا هنسحب مش هكمل. وهو عاوز ينسحب وبيتلكك. طب ليه الاهلي عاوز الزمالك ما يشتركش؟ الاهلي عاوز يتم تطبيق عقوبه انسحاب الزمالك من السوبر وما يشتركش في النخبه. طب ايها العقلاء في النادي الاهلي، هو الزمالك انسحب من السوبر ليه؟ ما عشان انت اصلا لعبت لعيب المفروض موقوف اللي هو كهربا، ورحت اشتكيت لمحكمه عاديه واتطبخت معاك في اتحاد الكوره ويطبخوها، وزي ما الصحفيين طلعوا قالوا ان حصل صفقه ما بين الاهلي واتحاد الكوره عشان تاجيل عقوبه الاوف اح. فانت متضايق ان الزمالك انسحب عشان انت ملاعب لعيب المفروض ما يلعبش والمفروض تكون فيه عقوبه عليه، فالزمالك انسحب. انت بقى متضايق ان الزمالك انسحب ومش عاوز الزمالك يشترك في بطوله النخبه عشان الزمالك انسحب عشان انت شاركت لعيب موقوف. دي بجاحه بجد، دي بجاحه بجد والله العظيم، بجاحه وجليطه زي ما احنا بنسميها كده. يعني انت شاركت لعيب في السوبر بالمخالفه، في الامارات رحت لعبت بيراميدز على كاس السوبر اللي هو اللي انسحب اللي بعديها. طب حضرتك لما لعبت بيراميدز في السوبر مش انت ضربت اللعيبه بتاعت بيراميدز؟ مش اللعيبه بتاعتك راحت تهجمت وعملت نوع من انواع البلطجه على لعيبه بيراميدز وضربتهم؟ محدش كلمك، محدش كلمك. فانت بتدور على لوائح وبتدور على تطبيق العقوبات وانت اصلا محدش بيكلمك. انت فوق الجميع، انت فوق الجميع. رحت ضربت لعيبه بيراميدز وفضحتنا قدام الناس في الامارات، واللعيبه بتاعتك راحت تهجمت على لعيبه بيراميدز وضرب وشلاليت واقلام. بجاحه بجاحه لما لعيب بتاعك يسب الدين، يسب الدين ويضرب لعيب في الفرقه الثانيه بالقلم ومحدش كلمه. اصل ماتشين و20,000 جنيه. والله العظيم بجد انتوا مصدقين نفسكم؟ اصل جمهور الاهلي يقول لي ايه في التعليقات دايما؟ انت مصدق نفسك؟ انتوا بقى اللي مصدقين نفسكم. انتوا مصدقين نفسكم ان دي كوره؟ انتوا مصدقين نفسكم ان دي عداله؟ انتوا مصدقين نفسكم اللي لعيب يسب الدين، يسب الدين وياخد ماتشين على اساس انه عنده شد في الخلفيه و20,000 جنيه عزومه سمك، اكله سمك؟ انتوا هتهزروا. والراجل بتاع المصري الغلبان بتاع اوضه اللبس وقف على تيشيرت الاهلي. لا تيشيرت الاهلي لا 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 الا سب تيشيرت الاهلي. اصل سب تيشيرت الاهلي واهانه تيشيرت الاهلي اهم من اهانه الدين. الراجل الغلبان بتاع غرفه ملابس المصري ياخد سنتين ايقاف. راجل غلبان هو قطعته عيشه. واللي سب الدين، اللي سب الدين ياخد ماتشين
وده سنتين عشان بس وقف على التيشيرت، عشان اهانه تيشيرت الاهلي. اهانه تيشيرت الاهلي بقت في الكره المصريه اهم من اهانه سب الدين. يقول لك اصل دونجا وزيزو، يا عم دونجا وزيزو عملوا حاجه مش حلوه، عملوا حاجه ما ينفعش تدخل البيوت، عادي. طبعا لازم يتعاقبوا، ولكن مش زي سب الدين، مش زي سب الدين على مرأى ومسمع الجميع. فالاهلي اللي هو بيدوس برجله على اللوائح، اللي هو سيد عبد الحفيظ طلع قال لك انا بتصل بالحكام وبيعتذروا لي وبيتاسفوا لي، اللي هو اللي ما بتطبقش عليه لوائح، اللي هو اللي ما بتطبقش عليه قوانين ولا بتطبق عليه عداله، اللي هو الحكام. شفنا الحكام كان في فجر تحكيمي في نهايه مباريات الدوري، اللي هو لجنه المسابقات بتاجل له وبيقعد مفخد ما بين الماتش والماتش في افريقيا، ما كانش بيلعب واخد ميزه عن الانديه اللي كانت بتلعبه، اخد ميزه عن الانديه اللي كانت بتلعبه، وغيره 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 وغيره. ودخل بطوله افريقيا اللي الاهلي خدها دي ما كانش المفروض ياخدها، واصلا ما كانش المفروض يشترك فيها اصلا، لان هو كان المركز الثالث. انما عشان البلد بتاعته والقوانين بتاعته والمسؤولين بتوعه واتحاد الكرة بتاعه ورابطة الأندية بتاعته وعامر حسين بتاعه اللي أجل له الماتشات، طب ارجع بقى العب الماتشات المتأجلة بنفس الترتيب. لا اصل انا جاي مجهد بعد ما خدت بطولة افريقيا، فالنبي يا حاج عامر ربنا يا رب يجعله عامر ظبط لنا الماتشات من الاخف فالاتقل فالاتقل، عشان انا جاي تعبان، عشان انا مرهق. ده كله الفجر اللي بيحصل ده كله، والاهلي يقول لك انا طبق اللوائح على نادي الزمالك عشان ما يشتركش في النخبه ولازم يتعاقب. بجد ان لم تستحي فافعل ما شئت، ان لم تستحي فافعل ما شئت. هقولها مره ثالثه واختم بيها، ان لم تستحي فافعل ما شئت. دي الكوره في مصر. سعدت جدا بحضراتكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. في النهايه بشكركم على حسن استماعكم يعني، ولو انت على الفيسبوك اكيد مش هتنسى لايك وشير واعجاب ومتابعه للبيج، ولو على اليوتيوب اكيد مش هتنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم. الف سلامه.